السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير وبصحه وسعاده وفي احسن حال ان شاء الله. النهارده بقى هنعمل مع بعضينا اكله جميله، اكله تحفه سهله وبسيطه بقى، وحاجه موفره كده، وحاجه موجوده في البيت ومتوفره عندنا. هنحتاج كوبايتين رز، بصلتين مبشورتين او مبشورين، او عايزه تعمليهم مقطعين براحتك، بس هو ايه يستحسن من كده ايه، لو مبشوره تبقى مبشوره خشن، لو متقطعه تبقى متقطعه يعني مكعبات صغيره. وطبعا ما فيش بيت بيخلى من الكبد والقوانص بتاعه الفراخ، طبعا بنجيب الفراخ بنقطعها، وبيتبقى الكبد والقوانص بنحوشها بقى في الايه، في الفريزر. دي تنفعنا بقى في الاكله الجميله اللي احنا هنعملها النهارده، حاجه تحفه كده، حاجه في منتهى الجمال. وقبل ما نبتدي بقى كل حاجه نصلي على النبي حبيبنا، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، صلاه تهدينا وتغنينا وترضينا. ونسمي الله كده على كل اكل وكل حاجه بنعملها، ونشوف بقى طريقتنا هنعملها ازاي بقى ايه الاكله الجميله دي، وهتشوفيها بقى تحفه وفي منتهى الجمال. ويوم بقى كده بتعمليه، يوم هتقضيه كده بالاكله الحلوه دي، ويوم بيعدي وربنا يا رب يكرمنا كلنا ويصلح حالنا. ونشوف بقى طريقتنا هنعمل ايه. دلوقتي بقى في حله على النار كده هنحط فيها شويه زيت صغيرين، شويه سمنه برضو، معلقه سمنه كده صغيره برضو، اي نوع سمنه بقى، سمنه بلدي، سمنه عاديه، مش مشكله اي حاجه، المهم يعني يسيحوا كده مع بعضهم ويسخنوا كده حلو، عشان خاطر ايه، ننزل فيهم بقى ايه الكبد والقوانص اللي احنا ايه عاملينها. اكله كده تحفه، واكله في منتهى الجمال، وحاجه كده بسيطه تطلع معاكي ايه، اكله يعني ايه تقضي اليوم بيها كده، وفي نفس الوقت مغذيه ومفيده. دلوقتي هننزل بقى بالكبد، نعدي عليها بقى كده عشان ايه نشوحها كده شويه. ودلوقتي بقى قبل ما ايه الكبده تتشوح شويه كده في السمنه والزيت اللي احنا حطيناهم، هنعمل بقى ايه شويه الرز بقى، وهنشوف بقى نعملهم ازاي. شويه زيت برضو كده نحطهم، هنحط طبعا معلقه سمنه برضو، لغايه ما تسيح كده معانا. بعد كده ايه ننزل بالرز، الرز طبعا غسلينه ومصفيينه ومخلينه كده زي الفل جميل كده، لازم تكوني غسلاه ومصفياه. دلوقتي هننزل بالرز بقى، ونفضل بقى نشوح فيه لغايه ما ياخد اللون الذهبي الجميل. تفضلي بقى ايدك فيه كده وشوحي فيه لغايه ما كله يتغلف بالايه، بالسمنه بتاعتنا. دلوقتي بقى هيفضل بقى ايدينا في الرز طبعا زي ما انتم شايفين. وطبعا ده ممكن تسقيه لو عندك شوربه اسقيه شوربه، لو ما عندكش شوربه تسقيه بميه سخنه طبعا. ولو يا سلام حطيتي فيه كمان بقى ايه مرقه دجاج او مرقه لحمه، اي حاجه هتطلع بقى ايه معاكي طعم تحفه وفي منتهى الجمال، وهيديكي طعم يعني جنان مفيش بعد كده. فده هيبقى ايه رز كده في منتهى الجمال. انت بقى بتتحكمي في الايه، في الحاجه اللي انت عايزه تحطيها. عندك شوربه اسقي شوربه، عندك ما عندكيش براحتك خالص، والحاجه هتتعمل وهتتقضي، والحاجه يعني ايه هتطلع معاكي حلوه باي طريقه هتعمليها. بس انت بس كده ايه اعملي كده ايه، وقضي اليوم كده ايه باي حاجه كده عندك طلعيها واقعدي فنني فيها، تطلع معاكي الحاجه في منتهى الجمال. دلوقتي طبعا احنا ايدينا في الرز، هنفضل بقى ايه نشوح فيه نشوح فيه كده لغايه ما يتغلف خالص بقى بالسمنه ويحمر شويه. وبعد كده ايه نحط توابله بقى ونكمل بقى ايه طريقتنا فيه. دلوقتي بقى هنروح نشوف الكبد والقوانص بقى، ونشوف هنعمل بقى. دلوقتي زي ما انتم شايفين الكبده اتشوحت معانا وبقت جميله اهي.
شايفين بقت حلوه ازاي؟ هنحط عليها بقى البصل وتوابلنا وحاجتنا كلها دلوقتي ننزل بالبصل بقى عليها اهو. حطي بقى الملح، طبعا ايه الملح انت بتتحكمي فيه زي ما انت عايزه. انا حاطه دلوقتي ايه نص معلقه. حطي برده ايه شويه فلفل، شويه بهارات 7 بقى عشان تديها طعم جميل. طبعا ما ننساش نحط لها برده معلقه سكر عشان السكر طبعا بيديها كرمله كده حلوه. ونقلب بقى كل الحاجات الجميله دي مع بعضها، ونسيبها بقى مع نفسها كده على النار لغايه بقى ايه ما تلاقي ايه طب شكلها كده ايه البصل خلاص دبل بقى وكرمل معاها كده واداكي اللون البني الجميل. يبقى كده خلاص ايه استوت. فاحنا دلوقتي ايه هنسيبها على النار لغايه بقى ايه ما تستوي مع نفسها كده. دلوقتي بقى زي ما انتم شايفين الرز خلاص، شايفين اصفر ازاي وبقى جميل معانا كده. بقى نحط له توابله شويه ملح صغيرين عشان احنا هنحط مرقه، وشويه طبعا ايه فلفل اسود، بهارات 7 نحطهم كلهم كده على بعض. طبعا المرقه مكعب المرقه اهو نفتفته كده عليها، وننزل بقى بيه ايه بالميه السخنه بقى. نقلبهم كده تقليبه. الميه السخنه بقى من الكتل كده. وخلي بالك من الملح عشان انت حاطه مرقه، لو ما حطيتيش مرقه وحطيتي شوربه عادي، انما المرقه بيبقى فيها بقى ايه الحدق بتاعها بيبقى عالي شويه، فانت خلي بالك عشان انت ايه لو حطيتيها يعني. وهنحط بقى الميه السخنه. ريحته طبعا طالعه في منتهى الجمال، حاجه كده ايه حاجه عظمه يعني. هنسيبه بقى على النار لغايه ما يتشرب الميه بتاعته، وبعد كده ما يتشربها نوطي عليه بقى ايه لغايه ما يستوي. وكده ايه يبقى احنا كده ولعنا كده ايه على الرز وعلى الكبده، وهنشوف بقى ايه لما يخلصوا. دلوقتي بقى يا حبايبي طبعا الكبده خلصت معانا اهي، والرز طبعا جميل اهو مفلفل وفي منتهى الجمال. دلوقتي بقى هنغرف بقى الطبق بتاعنا الجميل دون، وهنشوف بقى ايه الجمال بتاعه يبقى عامل ازاي. واكله حلوه وجميله وتقضي يومنا وحاجه كده في منتهى الجمال. انت بس اعملي حاجه كده ويعني اقعدي فنني كده في الاكل، هيطلع معاكي الاكل حلو وجميل وحاجه تحفه كده تطلع من ايديكي. وان شاء الله نغرف بقى الطبق بتاعنا ونشوفه. دلوقتي بقى طبعا طبق الرز بتاعنا خلص اهو جميل. طبعا عملنا ايه رق رز في الطبق، وحطينا ايه رق الكبده والقوانص. طبعا قلبناه في الطبق بقى شكله جميل وتحفه كده، وشويه بطاطس بقى محمره على حته قوطه على فلفل. هتلاقي شكل الطبق بقى جميل وتحفه ويفتح نفس اي حد يعني، حتى اللي مش عايز ياكل هياكل. طبق جميل اهو في منتهى الجمال. وان شاء الله بقى ايه الوصفه تعجبكم. ولو وصلتوا معايا لغايه هنا بقى صلوا بينا على النبي، وما تنسونيش بقى في اللايك والشير واشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد. واشوفكم ان شاء الله بقى على خير في وصفه جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.